بالنسبة لحل التمرين الحلقة السابقة على الشكل التالي: إنشاء دالة. 1. دالة ترحيب. def welcome underscore user name. برنت مرحبا بك name في عالم بيتون. تجربة الدالة welcome underscore user خالد. اسم آخر welcome underscore user فاطمة. 2. دالة ضرب def multiply underscore numbers x y. return x ضرب y. تجربة الدالة result 1 يساوي multiply underscore numbers 4 3. result 2 يساوي multiply underscore numbers 7 3. برنت النتيجة الأولى result 1. برنت النتيجة الثانية result 2. ماذا تعلمنا من هذا التمرين؟ كيف نقوم بإنشاء دالة فيها بارامتر؟ كيف نأمر الدالة ترجع ريتر؟ كيف نستعمل نفس الدالة بأسماء وأرقام مختلفة؟ كيف تنظيم الكود ونفصل المهام؟ السلام عليكم الأصدقاء ومرحبا بكم في الحلقة جديدة من تعلم بايثون. في الحلقة الماضية تعرفنا على الدول فانكشنز وكيف نكتب كود مرة واحدة وتستعمله عدة مرات في أماكن مختلفة في كود. اليوم سنتعرف على واحد المفهوم ضروري لفهم الدول مزيان. ما هما arguments؟ وما هو return؟ ما هما arguments؟ هما المعلومات اللي كنمرروها للدالة باش تخدم عليهم. مثال def underscore hello name. برنت مرحبا name. underscore hello خالد. name هنا هو argument، وخالد هي القيمة اللي عطيناها للدالة. مثال def add x y return x زائد y. result يساوي add 3 5. برنت النتيجة result. هنا x و y هما arguments. return x زائد y كترجع نتيجة الجمع وكنخزنوها في result. ملاحظات مهمة: يمكن لدالة تأخذ أكثر من argument. ممكن return يكون رقم، نص، قائمة، وأي شيء. ممكن حتى ما تستعمل لا arguments لا return حسب حاجتك. في الحلقة المقبلة إن شاء الله. سلام.